بالنسبة للزيارة إلى طهران، كما تعلم أن الاتصالات جارية ومستمرة كما قلنا قبل قليل على أعلى المستويات بين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والرئيس الإيراني، والزيارة التي قام بها طبعا معالي رئيس مجلس الوزراء، واتصالات بين مختلف المسؤولين في قطر بين الأطراف لضمان خفض التصعيد في المنطقة. هذا يتم طبعا خلال الأيام الماضية، ليس فقط من قبل قطر بل من قبل جميع الأطراف الإقليمية، وهناك تواصل إقليمي طبعا رأيتموه عالي جدا في إطار محاولات خفض التوتر في المنطقة وضمان عدم العودة إلى التصعيد. هذه الاتصالات طبعا تستمر، وكل ما يتم في هذه الاتصالات هو في إطار التحول إلى الحلول الدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما في ذلك طبعا الحديث عن أي لقاءات مستقبلية. حاليا لا يمكنني الحديث عن تفاصيلها، ولكن ما يمكنني أن أؤكده أن الجهود مستمرة بشكل حثيث جدا خلال الساعات هذه والأيام هذه. ويوم أمس الاثنين وقعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو حركة 23 مارس على الشروط المرجعية المنبثقة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك خلال اجتماع آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي استضافته الدوحة. وجدد الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار وباتفاق الدوحة الإطاري للسلام الموقع في نوفمبر الماضي. كما شارك في الاجتماع أعضاء الآلية بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي وتوغو، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى. در رابطه با اینکه ساختارها به چه شکل خواهد بود، خب در این مرحله ما مشغول بررسی‌های مختلف هستیم. جنبه‌های مختلف موضوع رو باید بررسی بکنیم. کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستن نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم صادقانه تلاش می‌کنن برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملاً در جهت تشدید تنش دارن اقدام می‌کنند، واسطه پیام هستند. در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسه. در مورد عرض می‌کنم نحوه انجام کار و اون چارچوبی که شما اشاره کردید به توییت دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی.